دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم معرض أهل رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في الأسواق. ويأتي تنظيم المعرض بهدف التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين وبكميات تفي باحتياجاتهم، لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر والعالم. قامت محافظة الفيوم بتنظيم معرض أهلا رمضان بمنطقة الحواتم جنوب مدينة الفيوم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار لتكون في حدود إمكانيات المواطنين. الدجاجين بيخبوا الحاجات، انا بتكلم ان انا عشان انا شايفاه وعارفه في كل مكان بيخبوا الحاجات وبيبيعوها الاسعار، يعني بيبيعوا اسعار غاليه خالص. اسعار جميله وما شاء الله حاجه حلوه تستمر معانا على طول، دي بقى تريح البلد وتريحنا كلنا وهتخلي كله يشتري وكله يبقى الخير كتير والدنيا يبقى حلوه، بدل ما كل حاجه غاليه بره عند التجار والمحلات. المعرض يفتح ابوابه للمواطنين في 9 صباحا يوميا حتى 10 مساء، ويستمر في توفير المنتجات حتى منتصف شهر رمضان المبارك، وينظم تحت إشراف كامل من المحافظة والغرفة التجارية والتموين. يتم فيه توفير السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق لنسب تصل إلى 20%. وفي ظل الرقابة على المعرض لا يسمح لتجار التجزئة بالحصول على السلع. الاقبال شديد جامد وعلى ضغط، بس هي المشكله كلها اللي بنعاني منها هنا تجار التجزئه الصغيرين. تاجر التجزئه الصغير عايز ياخد بدل ال 10 كيلو سكر عايز ياخد 20، عايز ياخد 30، لان هنا الاسعار مخفضه. ازاي بقى؟ منظمه بندي لكل فرد كيلو والناس مش عاجبها. يعني هي المشكله كلها ان انت بتدي للفرد كيلو رز، كيلو سكر، ازازتين زيت، وبرده يقول لك لا اديني 4 زيت، طب اديني 6 سكر، طب اديني 8 رز، طب ما انا عايز الناس كلها تاخد. والله حاجه كويسه، انا لسه معدي دلوقتي فلاقي اسعار حلوه يعني كويسه. الزيت كويس هنا في حاجه ب 40 جنيه بره ب 45، في 37 ونص ازازه زيت بره برضك اكتر من يعني ممكن 45. هتبقى كويسه والاسعار تنزل شويه عشان في بره التجار بيتحكموا في السوق بره زياده عن لازم يعني. فالحاجه اللي زي كده المعارض هتنزل الاسعار، فاحنا جايين عشان ندعم الناس دي ونقف معاها والدنيا تمشي وربنا يصلح الحال. يأتي تنظيم معارض أهلا رمضان في المحافظات المختلفة إلى جانب جهود أخرى تبذلها الحكومة للتصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تناسب المواطنين وبكميات تفي باحتياجاتهم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.